بتبدأ الحلقة مع ألما، بابها خبط وكان كريم. فتحت وبعدين قعدت تبص حواليها. قال لها: انتي متوترة كده ليه؟ مفيش حد موجود في الكومباوند كله. دخل كريم، أول ما دخل بيقول لها: على فكرة مش فلك هي اللي زقتك، بس احتمال تكون نايلة. قالت له: نايلة؟ أنا مش واثقة إن نايلة ممكن تعمل حاجة زي كده. قال لها: أنا كمان مش مصدق، بس خلينا نقول إن كتر الضغط عليها الفترة اللي فاتت هو اللي وصلها تعمل كده. قالت له: بس أنا مش واثقة إن هي تعمل حاجة زي كده، مش عارفة أفكر لأن أنا دماغي مشوشة. قال لها: أنا مش عايزك تعملي أي حاجة ومش عايز أضغط عليكي دلوقتي، انتي لسه خارجة من المستشفى. قالت له: ألما ما تقلقش، أنا بقيت بخير. قال لها: بخير؟ يعني واحدة اتجمدت في درجة حرارة تحت الصفر وتقولي لي بقيت بخير؟ عارفة أنا نفسي في إيه دلوقتي؟ نفسي أدفيكي. دخل كريم المطبخ وعمل قهوة لألما. ألما بتقول له: أنا محظوظة بيك يا كريم. افتكر لما كلمته وهي سكرانة وقالت له الطلبات كتير زي الشلال، فكرها وقعدوا يضحكوا. بعد كده بتقول له: اتكسفت، بلاش تفكرني. قال لها: بحب فيكي كسوفك لحد دلوقتي يا ألما، وبعدين أنا مريضك يا دكتورة. قال لها: نعمل إيه يا ألما؟ أنا منتظر فلك توقع بس ورقة طلاق ونخلص خلاص، أنا ما كنتش قادر استحمل أعيش معاها. انتي هنمشي من هنا ونبقى نعيش في بيت بعيد لوحدنا، ولا ليكي رأي تاني؟ قالت له: كريم أنا ما بحبش أتكلم في الموضوع ده. قال لها: سبتك بدماغك قبل كده، ما عملناش أي حاجة، لازم إن احنا نتحرك دلوقتي، ناخد خطوة بجد، خلينا نبدأ طريقنا يا ألما. أنا ما كنتش حابب إن أنا أمشي وأسيب تالا بنتي، لكن كده أفضل ليا وليكي عشان فلك تبعد عننا، وكمان خلينا مرة واحدة إن احنا نعيش كإنسان وإنسانة، وبعدين يمكن أنا وإنتي مشينا في الطريق الغلط الأول، لكن دلوقتي خلينا نبدأ حياتنا صح، يمكن ظهرنا لبعض في وقت صح قبل ما حياتنا تتسمم أكتر من كده. قالت له: خلاص هنحلها يا كريم مع بعض. قال لها: تمام، بعدين هنعمل ايه في موضوع نايلة؟ قالت له: تفتكر ان نايلة تعمل حاجة زي كده؟ قال لها: انا مش واثق انها تعمل حاجة زي كده. نرجع لألما. قررت تروح قاعة الفرح وتبدأ تسأل عن الجرسون، لكن المفاجأة لما قال لها ان احنا طردناه لسبب خاص بالمكان. قررته ألما ومشيت. بعد كده قابلت واحدة من الكومباوند، قالت لها: ازيك يا دكتورة، الكومباوند بتاعنا اتصاب بالحسد الفترة اللي فاتت، بس الحمد لله احنا اخيرا عرفنا الجاني مين وقدرنا نطرده. ألما اتفاجئت. بعد كده بتقول لها: مين الجاني؟ قالت لها: نايلة. كمان قلنا ان احنا نروح للشرطة، لكن فلك طلع عندها ضمير وقالت: انا هحل الموضوع بنفسي، وطردت نايلة من الكومباوند كله. بعد ما جهضت المسكينة ميرا وكمان فقدت طفلها، قالت لها: مصايب كتير حصلت. قالت لها: كل ده حصل وانا في المستشفى؟ قالت لها: ميرا أجهضت طفلها. كريم كمان راح للجرسون البيت عشان يتكلم معاه. كريم بيقول له: عرفت اللي حصل بيك؟ قال له: قالوا لي ان انت طردوك. قال له: ايوه، قالوا ان في واحده من الزباين اشتكتني ان انا اتصرفت معاها بوقاحه، ولكن طردوني وما قالوليش هي مين. كريم قال له: ما تقلقش، هيجيلك شغل. قال له: شكرا ليك. قال له: بس انا محتاج ان انا اسالك سؤال واحد. قال له: اتفضل. قال له: يوم الفرح مين اللي طلبت الدكتوره تحت؟ قال له: انا ما عملتش حاجه، هي اللي قالت لي الامر مستعجل. قال له: انا عارف كل حاجه، بس عاوز اعرف منك الحقيقه. كريم قال له: سكاتك ده كان هيكلف شخص حياته، لكن لو اتكلمت ممكن تنقذ انسان. الجرسون قال له: تمام، اللي ندهتها يومها كانت العروسه. كريم بدأ يفهم الكلام كله، وان ميرا هي اللي عملت كده. فلك لسه بتفحص ظهورها، فجأة بتتصل بيها جوال وتقول لها ان في حد دخل بيتها وساب لها الكتاب بتاع استاذ بسام على الطاولة. قالت لها: انا كمان خايفة جدا، وبعدين انا كأني شفته في الحديقة عندي. فلك افتكرت كلام سلمى ان في شخص ضربها على راسها وبعدين ما شافتوش، وكمان لما شافت الزور بتاعها ان في حد داس عليها. قالت لها: خلاص استني يا جوال، انا جاية عندك بسرعة. بدأت تتأكد ان بسام فعلا ظهر. بسام كان قاعد عند خالد في النادي وبيشرب كتير. بعد كده بسام بيقول له: انا سمعت ان انت كنت استاذ زي ما انت قلت لي قبل كده، بس انا كنت استاذ زيك في الماضي، انت بقى كنت استاذ في ايه؟ قال له: انا في الادب. قال له: زيي يعني، انا كمان عندي شعر وكتاب باسمي، هبقى اجيبهولك معايا المره الجايه، انا كاتب فيه كل حاجه حسيتها،
كل حاجة أنا عشتها، مش أي كلام يعني. فجأة بيوصل طارق، وبعد كده بيسمع صوته، بيقوم بسرعة بسام عشان يمشي، حاسب خالد ومشي بسرعة. دخل طارق بيقول له انت تعرف الشخص ده؟ طارق بص عليه من ظهره معرفوش، قال له لا. ألما قررت انها تتصل على لؤي. بعد كده سألها انت عاملة ايه؟ قالت له انا بخير، وكمان سمعت اللي حصل لكم، انا عازماكوا على العشاء النهارده ويا ريت تيجوا، اهو نواسي بعض على اللي حصل لينا، يعني مرينا بظروف وحشة ولازم نقعد مع بعض. بعد كده قفلت مع لؤي، قررت انها تتصل بميرا. بعدين بتقول لها عاوزة ايه مني يا ستي يا مجنونة انتي؟ قالت لها قلت ان انا اواسيكي في طفلك الشبح. بعد كده بتقول لها بسببك فرح اتحطم وما اتعملش. قالت لها خلاص اديني فرصة ان احنا نتعشى مع بعض وبكده نكون اتصالحنا. قالت لها لا يمكن اجي عندك يا ستي يا مجنونة انتي. بتقول لها خلاص خلينا نستدعي لؤي لوحده ونتكلم مع بعض. بعدين فجأة دخل لؤي، قفلت التليفون بسرعة. لسه لؤي بيقول لها يلا بينا هنتعشى عند دكتورة ألما. قالت له هي بتتعصب جدا، ليه نروح لها؟ انت عارف ان انا مريضة زيها. قال لها بلاش تروحي، خلينا انا اروح لوحدي. قالت ميرا وقالت له معقول الكلام ده؟ لازم اجي معاك، ثواني واجهز نفسي. كريم في بيت نايلة وهي عند امها. بعدين بيقول لها انا اسف ان انا شكيت فيكي ولو للحظة، يلا بينا. قالت له هنروح فين؟ قال لها عند ألما. قالت له لا مش هتصدقني. قال لها من فضلك بلاش تزعليني اكتر من كده، يلا معايا عند ألما، انا عرفت مين اللي عمل كده. قالت له معقول؟ طب ثواني هروح اقول للولاد واخرج معاك بسرعة. قالت لولادها انها خارجة نايلة، وبعد كده راحت مع كريم. فلك عند جوال، وبعدين بتقول لها شكرا ان انت جيتي يا فلك. ردت فلك وقالت لها انا ما نسيتش يا جوال اللي انت عملتيه، بس انا جيت لما الموضوع يتعلق بامان المكان. قالت لها وانت يعني اللي عملتيه مش كان هين برضه؟ انا ما نسيتش اللي انت عملتيه. قالت لها تمام بلاش نتكلم في مشاكل ونتخانق، خلينا نركن كل المشاكل اللي حصلت على الرف دلوقتي. قالت لها برافو عليكي، يلا اتفضلي. المحقق وسمر بيتكلموا، بيقول لها معقول اجتمعوا تاني؟ قالت له فعلا هما الاتنين ركنوا كل المشاكل لما حسوا ان في خطر واتجمعوا مع بعض تاني على الشر. نرجع تاني لفلك وجوال. بتقول لها الراجل اتجنن، دخلت البيت لقيته حاطط لي الكتاب هنا. بتقول لها هو دخل بيتي كمان وضرب سلمى على راسها. بعد كده بتقول لها بلاش تخوفيني يا فلك، انا متوتره لوحدي. قالت لها ثواني نتاكد. اتصلت بمديره المدرسه وسالتها عليه، ان الاستاذ بسام اللي كان مدرس الاولاد فعلا موجود في وظيفته اللي وديناها عليها ولا اتنقل. قالت لها ثواني وهرد عليكي في رساله. بعد طول انتظار فلك وجوال جات لهم الرساله. اتفاجئت وقتها فلك ان بتقولها المديره فعلا اتفصل عن وظيفته. ألما بتجهز العشاء ووصلت ميرا هي ولؤي. دخلوا، اول ما دخلوا شاف الاسويره بتاعت ميرا، وبعدين بيقول لها هي دي ليكي ولا انت تكوني نسيتيها عند الدكتوره هنا؟ قالت له لا مش ليا، ممكن تكون واحده شبهها. ردت عليها ألما وقالت لها هي ايه اللي مش بتاعتك؟ ففجأة الباب خبط، كان كريم ونايلة. قالت لهم طب ادخلوا وانا هروح افتح الباب. دخلوا قعدوا. بعد كده فتحت الباب لنايلة والكريم، جم يدخلوا. قالت لهم انا عندي ضيوف. قالت لها انا عندي ميرا وعندي لؤي. بعدين كريم بيقول لها حسبي، هو ده الوقت المناسب اللي هنتكلم فيه. ودخل كريم. اول ما دخل فضل يبص لميرا. قالت له انت هنا بتعمل ايه؟ ساكت طبعا كريم. دخلت في الوقت دوت وقالت لها ألما انت نسيتي اسورتك هنا يا نايلة. قالت لها بس دي مش اسورتي. بعد كده نرجع لفلك. بتقول لها اتصلي بطارق. قالت لها لا بلاش تلخبطي الدنيا، طب ما تتصلي انت بكريم. ردت عليها فلك وقالت لها الموضوع مش مستحمل، ممكن يعمل فينا زي ما عمل في سلمى بالظبط. استاذ بسام جه وخبط على الشباك مره واحده، طبعا شافوه اتصدموا هما الاتنين وقعدوا يصرخوا. ميرا لسه لؤي بيسألها انت نسيتي الاسوره عند الدكتوره وانت بتكشفي؟ بصت ليهم وهي ساكته. جوال وفلك لسه في توتر. بعد كده بيجروا يقفلوا الابواب بسرعه قبل ما يدخل منها الاستاذ بسام. بعدها استاذ بسام اتصل على جوال، قالت له مش هرد عليك. طبعا بيكلمهم من الازاز. اتصل بفلك، ردت عليه قالت له انت عاوز ايه يا مجنون انت؟ قال لها بتردي عادي وانت دمرتي حياتي كلها، فصلتوني من شغلي، انا كنت عملت لكم ايه؟
بس حابب اقولك يا فلك ان دورك انتهى. اسمعيني، انا مش بسام الراجل اللي انت عرفتيه لعبة زي زمان، انا دلوقتي شخص مختلف. قالت له روح لبيتك وهنقعد ونتكلم. خبط على الازاز بايده وقال لها انا ماليش بيت، انتوا دمرتوني، انا هدفعك التمن يا فلك انتي وجوال. بعد كده جري ومسك مفك، جريوا ناحية الباب بسرعة. وصل طارق، كانوا فاكرين انه بسام هو اللي بيفتح الباب عليهم. لسه هتخبطوا بالفازة، قال لها انتي ماسكة دي ليه في ايدك وعلى اساس ان انتوا ما بتتقابلوش؟ طبعا فلك وجوال كانوا بارعين في الكذب اصلا. كانت المدرسة بتاعتهم بتقول ان هما الاتنين كانوا بيقعدوا مع بعض ويغشوا من بعض الامتحانات، ودايما كانوا كدابين وبيقولوا اي كدبة ويصدقوها. نرجع تاني لفلك وجوال، بيقول لها ايه اللي جابك هنا؟ قالت له انا كنت جايباها لجوال وجيت علشان اخدها منها لانها ما تستاهلهاش. طبعا هما الاتنين عملوا خناقة قدام طارق على اساس ان هما بيتخانقوا مع بعض. رجع طارق بيقول للجوال انتوا اي نوع من الستات، حتى اتفقوا مرة مع بعض. بعدين فلك بجد بتقول له انت بتشتم من ورايا؟ قال لها لا، انا بقول يا ريت تتفقوا مرة مع بعض. مشيت فلك، وبعد كده دخلت جوال تبص على الشباك. فجأة بسام بعت لها رسالة، قال لها الموضوع لسه ما انتهاش، ونفس الرسالة بعتها لفلك. جه واحد من الامن بتاع الكومباوند واتخضت فلك، افتكرته بسام. بعدين قالت له طب ارجوك تعالى وصلني لان في كلاب كتير في الطريق وانا خايفة اروح منها. كريم لسه واقف وبيقول لميرا ساكتة ليه؟ في حاجات مش واضحة، حابب ان انت توضحها لنا دلوقتي. بعدين ميرا علشان تهرب قالت لها انا عايزة اشرب، خليك انت مرتاحة وانا اروح اجيب مية. قالت لها لا، خليكي انت مرتاحة وانا اللي هجيب لك المية. دخلت ألمى المطبخ عشان تجيب لها مية، دخلت وراها ميرا قالت لها احنا نتفق مع بعض. في الوقت ده قالت لها انت اللي زقتيني في التلاجة، انا مسكت الاسويرة بتاعتك. مسكت ايدها ميرا، في الوقت ده الكوباية وقعت من ايدها. دخل كريم قال لها في ايه؟ قالت له مفيش. خرجت بسرعة ميرا، كريم قال لها تعالي هنتكلم بره اهدي. وبعدين طلعوا. في الوقت دوت ألمى بتقول للؤي انا متأكدة يا استاذ لؤي ان نايلة مش هي اللي زقتني. ميرا عشان تهرب بتقول له يلا بينا يا لؤي انا تعبانة. قال لها استني يا ميرا لما اعرف في ايه. بعدين بتقول له ألمى مش نايلة هي اللي زقتني، انا متأكدة. بعد كده ميرا قالت لها اذا كان زقتني انا واجهضتني. ردت عليها ألمى وقالت مفيش اجهاض. استاذ لؤي انا كنت عايزة اقولك، بس قبل ما اقولك كنت هفقد حياتي، مفيش اساسا طفل. نايلة مبسوطة جدا انه ما حصلش حملة اصلا، يعني ميرا كدابة ولعبت اللعبة دي كلها علشان الفرح والجواز. هي اللي زقتني في التلاجة. بعدين نايلة بتقول لها انا كنت عايزة اقول كده بس ما حدش صدقني. ميرا قالت الستات دول اتجننوا بيكذبوا، ودي كمان علشان ما خلفتش بتقول اي كلام، هما بيكذبوا بيقولوا ان انا ما عنديش طفل. بعد كده نايلة بتقول لها انا زعلانة منك جدا يا ألمى، ليه ما قلتليش ان هي بتكذب؟ بعدين ظهر كريم وبيتكلم، قال لها كفاية يا ميرا كذب، مفيش داعي. قال لها انا رحت للجرسون في البيت وانتي اللي كنتي سبب في طرده، وانتي اللي طلبتي منه انه ينده ألمى لتحت. بعدين ألمى بتقول فعلا. ميرا قالت كفاية، كل ده كذب، ما يمكن تكون فلك لان هي عندها قوة، مين غيرها يقدر يعمل كده؟ بعد كده بتقول انا عارفة انكم كلكم عايزين تطلعوني كدابة قدام لؤي، الستات دول قذرين. لؤي واقف مصدوم. بعد كده بتقول له الكل هنا بيكذب. ألمى قالت لها اعتبرينا ان احنا ناس وحشة وعندنا عقد نفسية، هاتلنا تقرير يثبت ان انتي كلامك صح. قالت له هجيب لك التقرير يا لؤي وانت هيثبت لك ان انت اتهمتني كذب. ومشيت ميرا. تفتكروا هتروح تجيب التقرير ولا هتعمل ايه علشان تعمل تقرير مزور؟ هستنى منكم تعليقاتكم. شكرا ليكم على المتابعة.